السلام عليكم. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الله يسعدكم يا رب ويرضى عليكم. شو أخباركم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم قصتنا حلوة وقصيرة، إن شاء الله بتعجبكم وتنال بإعجابكم. بس الله يرضى عليكم تحطوا اللايك، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. الله يرضى عليكم ويحن عليكم يا رب، يعطيكم ليرضيكم دنيا وآخرة. المهم اليوم قصتنا في واحد بده يتزوج، خطب بنت عمه وتزوجها. قعدوا شهرين 3 4 ما تفاهموا، فقال لها يا بنت الحلال انت في طريق وانا في طريق. راحت انفصلوا عن بعض. فقعد فترة ما تزوج، بعديها قعد 4 5 6 سنين ما تزوج. امه ضل ورا، ليش ما بتتزوج ليش ما بتتزوج؟ قال لها أنا بدي إشي هيك، يعني إشي أقتنع فيه 100%. المهم حكى لواحد صاحبه، قال له أنا بشوف لك. فراح قال له بشوف لك من الأردن، من بده هو من البادية الرجال، فبده بنت من البادية. فقال له أنا بعرف جماعة. المهم راح شاف أول وحدة، تاني وحدة، ثالث وحدة، ما هذا. بعدين قالوا له في المكان الفلاني في بنت حلوة وبنت ناس وكويسة، فروح شوفها. فعلا راحوا يشوفوها. البنت دقوا عليهم، ما كانوا أهلها أبوها وإخوانها ما كانوا في البيت، ففتحت لهم المجلس وضيفتهم بالقهوة وباللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه. ضيفتهم، قامت بواجبهم. شوي اجا ابوها واخوانها استقبلوهم، حي الله بالضيوف اهلا وسهلا. فقالوا له احنا هيك هيك طلابين. فالبنت عجبته للرجال شخصيتها، ويعني كيف قامت بالواجب ودخلتهم، ويعني انه شخصيتها قوية البنت وقد حالها، وفي نفس الوقت حلوة البنت. قالوا له بدنا بنتك، قال لهم إن شاء الله أعطونا كم من يوم نسأل عنكم. فسألوا والحمد لله كويسين، والكل شكر في الرجال محترم. واتفقوا مع بعض، قالوا له بنتفق قديش المهر كذا. دفع المهر الرجال، محضر حاله الرجال للزواج، فجايب المهر معه. قدم المهر. الأب قال لهم أعطونا أسبوع عشان نتجهز، وبعد أسبوع إن شاء الله كتبوا الكتاب. طبعا بعدها بيوم بيومين كتبوا الكتاب، وبعديها قال لهم بعد أسبوع إن شاء الله الدخلة يعني. فغابوا أسبوع 10 أيام، المدة اللي حددها الأب. فإجوا ليوم الزواج، لقيوا الأهل محضرين عزومة وعازمين، يعني جايين الأهل والقرايب وولاد العم وولاد الخال وكل الحبايب، وعاملين حفلة صغيرة على قدهم. وتزوجوا. ودخل عليها، لما دخل عليها بيسلم عليها ما بترد عليه، فقال يمكن مستحية. بكلمها شوي، جابتها الورقة والقلم وقعدت تكتب. فاستغرب هو، فقالت له انه انا ما بتكلم، واخذته وعطت معه. قال لها انت ما بتتكلمي يعني على طول هيك وشيء؟ فقالت له انا ما بتكلم، يعني بالدفتر والقلم النقاش بينها وبينه. فهو طبعا يتضايق كتير، انه يعني ليه ما حكوا له. فهلا صاحبه اللي دلوا عليهم كان كل ما يجي ابوها يتكلم يسكتوا، كل ما يجي ابوها يحكي في الموضوع يسكتوا. فهو ما فهم عن ايش، يعني ليش عم بسكتوا هو، فمش الموضوع. المهم فهو اتضايق كتير، فهي صارت تبكي. فلما شافته هو متضايق من هذا الشيء، فقالت له انا ان شاء الله يعني بكون لك خير زوجة، وما بتشوف مني إلا كل خير. وهلأ هو حبها وعجبته البنت، بس إنه النطق، شغلة النطق، كيف صار يفكر كيف بده يتزوجها وياخدها عند أهله إنها البنت ما بتتكلم. ويعني وضع محرج، يعني تفاجأ في هالموقف، يعني بالذات هو ما كان يعني ما عنده علم. فطول الليل قاعدين يكتبوا، هو يكتب وهي تكتب. تاني يوم الصبح اجت امها تبارك لهم، لقتهم وجههم يعني، وكانت هي تبكي البنت بالليل.
شافتهم وضعهم مش طبيعي، فايش في؟ قال لها ليش يا عم ما قلتوا لي انه هيك. قالت له انا فكرت ابوها حكى لك. قال لها ما حكى لي. فشوي بيجي الرجال ابوها فبقول له يا عمي هيك ليش ما حكيت لي؟ قال له والله انا كنت كل ما اجي بدي احكي صاحبك يسكتني، ففكرت هو انه قال لك. قال له ما قال لي. فضل هو يعني محتار ومتضايق وشي. بعديها بعد الظهر هيك العصرية اجا صاحبه، بقول له ليش ما قلت لي هيك؟ قال افتكرت اني قلت لك انا، يعني راح عن بالي، افتكرت اني حكيت لك هذا الموضوع. قال ما حكيت لي. فالاب قال انا ما عندي مشكله، اللي بدك اياه يعني سويه، يعني خلص اللي بدك اياه قرره، بس احنا المهر تصرفنا فيه، يعني شرينا لها اغراض وشرينا واعي وسوينا عزومه وكذا وكذا، يعني اصبر علي شوي انه برجع اجمع لك اياه وبعطيك اياه، ما في مشكله، ما عندك مشكله. فهو هيك قاعد يفكر الرجال وهيك يعني هدأت نفسه. فقال البنت ما بعيبها اشي، يعني لا الشغله هاي. فولا بقول لهم خلص انا راح اكمل، انا ارتحت لها للبنت حبيتها وراح اكمل في الموضوع، بس راح اخليها عندكم واروح اجي عليكم. قالوا له لا ما في مشكله انت حر. فضل عندهم بقيه اجازته، وبعديها راح على شغله، هو بجنوب السعوديه بيشتغل. فراح استقال من شغله واشترى سياره قلاب، كان في طرق بتنفتح ايامها جديده، فالشغل هذا حيكون ماشي. اشترى قلاب وصار يشتغل عليه ويروح ويجي عليهم، ياخذ اجازه كل وين وين يومين ثلاثه ويمر عليهم. ارتاح لها وانبسط معها وحبها كتير. فبعد كم من شهر اتصل ابوها قال له مبروك البنت حامل. فعلى خير ان شاء الله. هو انبسط طبعا وصار يروح ويجي عليهم كل وين وين. وبعدين قال صار وقت ولادتها حكوا له، اجا الله رزقه بولد. فاجا انبسط كتير وسمى الولد يعني قام بالواجب، حط مصروف الولد ومصروف الام ومبسوط. وسافر وقال لهم برجع لكم. فراحوا رجع سافر تركهم وسافر. بعد كم من يوم الأم، هي البنت وابنها البيبي وأمها رايحين عشان على الدكتور عشان يطعموا الولد. فصدمتها سيارة. هي كان سبب إنها ما بتنطق، كانت وهي صغيرة ضربتها سيارة. فمن الخوف هي كاينة تحكي، بس من الخوف بطلت تحكي، فصاير معها خوفة. فرجعت صدمتهم سيارة. ودخل المستشفى هي الأم والبيبي ابنها. دخل المستشفى، اتصلوا فيه قالوا له الحق مرتك وابنك في المستشفى، دعمتهم سيارة. فإجا المسكين. قعد كم من يوم. الولد الحمد لله قالوا له تحسن، الحمد لله الولد كويس. فبس هي بدها شوي وقت. كم من يوم صحيت من الغيبوبة، كاينة بغيبوبة، صحيت من الغيبوبة. فدخل عليها الدكتور، طلع لهم قال لهم أبشركم صحيت من الغيبوبة وإن شاء الله بتتحسن ووضعها كويس رح يصير. فدخل عليها ولا بتقول له أهلين أبو فلان، باسم ابنها بتنادي على زوجها. فهو هيك تفاجأ إنه مين اللي بيحكي. طلع عليها إنه هي، فهو راح لها وباس راسها وفرح كتير وانبسط، وإنه رجع لها الصوت، يعني رجعت لها النطق رجع لها. فانبسط كتير. وكم من يوم طلعت من المستشفى وتحسنت وهو انبسط كتير سبحان الله. وبعدين سافر وتجارته الله بارك له فيها، صار عنده بدل السيارة 4-5 سيارات، والله فتح عليه وإجا منها أولاد وكبروا الأولاد وقصة حقيقية هاي، وزوج إشي من الأولاد. وسبحان الله يعني هاي كانت بركة عليه سبحان الله، أدمها أدم خير عليه. فالله بارك لهم ومبسوطين وسعيدين
ويعني سبحان الله شوف يعني رضي بالوضع المؤقت، ما كان يعرف إنه وضع مؤقت اللي هي فيه، بس ربنا سبحانه وتعالى جمع بينهم وألف بينهم ووضع محبتها بقلبه، وهي حبته الثاني من أول يعني لقاء التقتهم فيه، وربنا يسر أمورهم والحمد لله وبخير، وكبروا أولادهم وتزوجوا وما شاء الله عليهم. وهاي قصتنا. سبحان الله، الله لما الأمور سهلت، لما ربنا بسهل المواضيع والإنسان بسهلها ما بعقدها، ربنا ببارك فيهم وفي بارك في الوضع في زواجهم، والحمد لله على كل حال. الله يرضى عليكم يا رب، يحن عليكم، لا تنسوا اللايك، الله يسعدكم. وهاي كانت قصتنا قصيرة وحلوة، وسلامتكم. سلام، الله يرضى عليكم، مع السلامة.